نعمل النهارده احلى واجمل كشري بتاع بره. ودي مقاديرها اللي انتوا شايفينها قدامكم زي ما انتوا شايفين. تعالوا مع بعض وهنعمل جنبيه احلى واجمل حمص شام. تعالوا مع بعض نبدا بالحمص الاول. حله على النار فيها ميه سخنه، هبدا احط فيها القوطه، بصل، دي ميه الحمص يا جماعه، وربع معلقه الثوم، وهنزل بالحمص المنقوع انتوا شايفين كده. هسيبه بقى على النار يغلي وبعد كده نبدا مع بعض نحط البهارات. بس على النار هبدا احمر فيها البصل الاول عشان هستعمل كل الزيت ده لقليه عمل الكشري. هسيبه بقى يتحمر وبعد كده نعمل مع بعض الرز بتاعنا. نحط فيها شويه من زيت البصل انتوا شايفين كده اللي انا لسه قلياه، فص ثوم وابدا اقليه. بهارات الكشري بتجيب عند اي عطار، كمون، شويه فلفل اسمر، ده الرز يا جماعه، ومكعب مرقه الدجاج اهو انتوا شايفين كده. بتقلبي ده كله، اول ما تطلع ريحه البهارات لو انا شماها كده تنزلي على طول بالعدس بتاعي والرز. عدس منقوع مغسول، نزلت كمان بكوبايتين من الرز وهنزل عليهم بالميه العاديه خالص. صلصه حله على النار هنحط فيها برضو زيت البصل، نحط فيها كده زيت البصل معلقه كبيره، معلقه من الثوم، هبدا احمرها زي ما انتوا شايفين كده. انزل عليها بالبهارات على طول، فلفل اسمر، شطه، ثوم، بصل، بهارات الكشري مع سنه كزبره ناشفه، كمون، وبابريكا معلقه كبيره. تقلبي ده كله لحد ما تشمي برضه ريحه البهارات وتنزلي بالصلصه بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده. قبل بقى التركه المهمه، قبل ما تنزلي بالصلصه بتاعتك تطشيها شويه خل، الخل بتاعك على طول بعد الصلصه انتوا شايفين كده. بعد كده بقى تملحيها وعادي بقى خالص تاكلي بقى الصلصه بتاعتك، سيبها تسبك بعدين تغرفي منها عادي. ميه عاديه من الحنفيه ونزلت عليها بليمونه، وانزل عليها بمعلقه الثوم، شويه خل، ثوم وبصل بودر، سنه بابريكا، شويه من كمون، وبهارات الكشري، كمون كتير معلقه كبيره بس يا حبايبي. ودي كانت الدقه، تاخديها بقى على النار تسخنيها وبعد كده الف هنا وهشوفكم بقى في الغرف. وده شكل الكشري بعد ما اتغرف زي ما انتم شايفين كده. واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم. ما تنسوش في لايك وشير واشتراك في القناه. بحبكم، سلام.